بتتكلم في ارض 16000 متر، بس احنا هننفذ المشروع في شهرين. يعني هنصممه في شهرين، لا احنا هننفذه في شهرين. طب تعالى نتكلم على لاسنتيرا. الطبيعي ان العميل بيعدل كتير طبعا. انت لما تبقى عندك مشروع زي لاسنتيرا ده، مشروع كبير، ومن اول بروبوزل تقدمه للكلاينت ما يغيرش فيه ولا خط، احكي لي دي عملتها ازاي؟ الحقيقه احنا الشركه بتشتغل كوميرشال بروجكت، فاحنا عندنا درايه لو بعمل شوروم 50 متر او محل 50 متر وبعمل شوروم 3000 متر، فاحنا اصلا دارسين كويس السوق ودارسين احتياجات العميل. فلما جالنا مشروع لاسنتيرا، مشروع قدام ابراج العلمين في اهم ميدان قدام الفندق على طول ريكسوس، بتتكلم في ارض 16000 متر، هتبني على 1600 متر. فالبروجرام اساسه احنا هنعمل محلات ودرايف ثرو، بس احنا هننفذ المشروع في شهرين. يعني هنصممه في شهرين، لا احنا هننفذه في شهرين. فانت هتعمل ماستر بلان هيبداوا يحفروا على ما انت تخلص اصلا الديزاين. فما ينفعش تستنى العميل يقول لك اصل المحل كام، اصل الدرايف ثرو قد ايه. لا، هو الموضوع مش كده، هو جايب واحد المفروض انت فاهم السوق محتاج ايه وبيراجع معاك هو ايه وهو شغال. فبدايه المشروع احنا كانت الدراسه اتحطت ما بيننا وما بين التيم اللي بيدير المشروع، ان انت دلوقتي عندك 12 مكان بالاوت دور، متوسط مساحه المكان من 90 متر ل 120 متر غير الاوت دور بتاعه. طب الدراسه دي جت منين؟ جت لان احنا فاهمينها واللي بيدير فاهم. ونفس الكلام جنبها درايف ثرو. طب الاربعه درايف ثرو دول ايه البراندات؟ احنا فاهمين كل براند محتاج مساحه قد ايه، فاحنا اصلا بنعمل الديزاين واحنا عارفين مين اللي هيجي يستحوذ على الكلام ده. ففكره ان انت بتعمل مشروع هيتنافس في شهرين والعميل جايبك عشان انت عندك خبره كبيره، فتبدا تشتغل. مفيش بقى انت والعميل مش شخصين، يعني مش انت بتعمل ديزاين وهو بياخده، لا ده هو انت بتعمل الديزاين وهو بينفذه. ايوه. فالثقه دي انت لو مش قدها انت هتروح في مكان مش هيبقى اظرف حاجه. ففكره ان العميل يعدل او ما يعدلش، لا، هو العميل جايبك واثق فيك وانت لازم تبقى مذاكر، لان انت مذاكرتك لمتطلبات العميل بجانب الشق المعماري اللي انت دارسه واللي انت حابب توصل له، ده اللي بيخلي المشروع يوصل للحياه على طول. بخبرتك بتاثر عليه المسافات، بنأثر على بعض، هو بيأثر عليا وانا بأثر عليه. بالظبط كده، بالظبط، عشان يعني في الاخر بنضيع وقت بعض. بالظبط. احكي لي كده بسرعه عن المكتب بتاعكم نوفلتي. احنا نوفلتي احنا بقى لنا 10 سنين. احنا متخرجين بقى لنا 15 سنه. احنا الفكره كلها ان احنا كنا عايزين نعمل مكان مش مرتبط بنوع معين من التصميم، بالعكس احنا ممكن يبقى تصميم معماري وتصميم داخلي، برودكت، براندنج، لان احنا شايفين ان كل نواحي التصميم مربوطه ببعض. فكان الفكره ازاي نعمل الشركه دي اساسها هي ان التيم بتاعها يبقى دايما تيم ثابت، تيم شايف المكان بشكل بروفيشنال، بحيث ان المكان يكبر بالناس اللي بدات بيه. وده حقيقه احنا النهارده بقى لنا 10 سنين، التيم اللي بدا المكان بقى له في المكان 10 سنين، مش انا واسلام بس، لا احنا بقى شركه كبيره. لو عايز بيتك يبقى ايطالي تعالى بانيو ديزاين. بانيو ديزاين، luxury design and lifestyle solutions.